السلام عليكم بنات، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم كلها مزيانه. فيديو جديد غبرت عليكم ورجع لكم ان شاء الله اليوم بفيديو جديد. هنا سجلت هذه المقدمه غيبان لكم الصوت ما راكبش مع الصوره، حيت ملي جيت نسمع الفيديو لقيت بزاف الصداع، حيت كان السرج مفتوح فكان الصداع شويه مخسر الفيديو. داكشي علاش قررت نركب الصوت. خدتكم معكاز انني نوض نلبس ونجلس وندير مقدمه اخرى فركبت لكم غير الصوت على الصوره. اول حاجه غادي نبدا بها الفيديو ديال اليوم، غادي نقول الحمد لله والشكر لله. الناس ديال اكادير تنقول لكم الحمد لله على سلامتكم وعلى سلامتنا. اكيد كلكم عرفتوا الهزه الارضيه اللي ضربات اكادير. الصراحه كانت شويه قاصحه بالنسبه لي. انا كانوا شي 4 المرات دابا اللي تنوعى ولا تنحس بالزلزال. يعني شحال من مره ضرب؟ انا تقريبا 20 عام وانا في اكادير، تقريبا شي 4 المرات كانوا هزات ارضيه اللي هما خفيفين. حسيت بهم، تتحسي هكا بالدار، السراجم، الماريو، الناموسيه. ولكن هذه سبحان الله كان مرافق لها واحد الصوت اللي ما عرفتش. هادشي اللي غنقول لكم راه تقريبا داز في ثواني، ما كملناش دقيقه. واحد الهزه كانت شويه تتخوف. كان فيها واحد الصوت سبحان الله ما عرفتش انا. مهم انا ديك الوقت كنت فايقه لان فقت مع ولدي، شعلت ليه الضو باش ولدي الصغيور كان باغي يمشي الحمام اعزكم الله. فكنت فايقه يعني حاسه بكل شيء، ماشي نعست وفقت ولا، يعني كنت فايقه قبل ما يبدا. تقريبا استقلت ولا تفقت. استقل قسمين تقريبا او لا واحد 55 تقريبا. وقع هادشي اللي وقع. كان واحد الصوت غريب. هاد 4 المرات او 3 المرات اللي حسيت بهم كانوا بلا صوت، كان تيسمع لك غير داك التقرقيب ديال. ولكن هاد المره واحد الصوت اللي كان خلعني انا شخصيا. ما عرفتش الصوت، بحال شي عاصفه، بحال شي رعده، بحال شي حاجه. ومرافق لها هذيك الهزه اللي حسينا بها، السراجم وكل شيء. فالحمد لله على سلامتنا وعلى سلامتكم. واكيد ما نساوش المنتخب المغربي ديالنا، ان شاء الله غدا الماتش. كوراج وقلوبنا معكم. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهزوا العالم المغربي والعالم الفلسطيني ان شاء الله. هذه اكثر حاجه تتعجبني، هي ان المنتخب المغربي دخل الفرحه على قلوب الفلسطينيين، لانهم يستحقوا انهم يفرحوا. واكثر حاجه فرحتني هي المسانده ديال الشعب الفلسطيني لينا، وكذلك الحب المتبادل اللي بيناتنا. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نربحوا على شله ونديروا النيه، وان شاء الله ما يكون غير الخير اليوم. ان شاء الله تشاركت معكم هذا الفيديو. كنت وعدتهم انه الا ربح المنتخب المغربي غادي ندير لهم البسطيله، فدرتها. واخا كنت باغيه نديرها بالحوت، ولكن ولدي دار لي واحد الكارثه ما نعاودش لكم. طفى لي الفريكو، كان هدو تيمشي ويجي الصغيور، ومشى حيد البريز، دخل حيد البريز للفريكو حيت شافني واحد المره حيدته وما علمنيش وخلى كلشي خسر. فاليوم ان شاء الله غنديرو اختي غير بلا دان في طعم الحوت. فاكيد كلنا غادي نشجعوا ان شاء الله المنتخب المغربي. وشكرا لجميع العرب، الصراحه كلشي تيشجع المنتخب. ويلا نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير. بسم الله. انا اول حاجه خديت واحد الكيلو ديال الدجاج اولا لا داند. المهم هذا لا داند، لا عندكم دجاج ديروه. عندكم حتى كيلو ونص 2 كيلو اللي عندكم ديروه، تيبان والو. صافي. ودرتو مع الماء حتى يتسلق. درت فيه شويه ديال البصله، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الخرقوم، شويه البزار، شويه الملحه. ممكن تلوحوا واحد القشرات الحامض غير باش يتنسم لينا داك الدجاج وصافي. وهذا الماء ديالو ممكن ديروا فيه الشعريه الصينيه. هنا بنات من بعد ما حيدنا الدجاج درت الشعريه الصينيه في ديك المريقه ديالو. وهنايا غنزيد عليه شويه الماء الطايب. حتى حاجه ما تتبان. واحد 7 ديال المربعات، ممكن ديروا قل اولا بحال هكا على حساب نتوما اللي بغيتو. صافي. غادي نخلي دابا الشعريه تطلق شويه وندوز نكمل ان شاء الله. يلا بسم الله بنات، غندوزو المقادير. لا دان شفتوا الطريقه ديالو كيفاش سلقناه. صافي تنجيبوه منين بعد ما تيبرد تنبقاو نفردوه على هذا الشكل هذا، تنقطعوه. غادي نحتاج المعدنوس بوحدو، حنا بغيناها بنكهه ديال الحوت. الا درناها الا درنا القزبر شويه مجهد تيبدل النكهه ديال البسطيله ديالنا، غادي يعطيها واحد المذاق ماشي زوين. غادي نحتاجو لواحد الرابعه ديال الزيتون مقطع. هنايا دوزتو في لاشوار غير شويه ماشي بزاف، ها نتوما خليتو شويه باين، ما طحنتوش مزيان. هنا عندي واحد 2 الحامضات مصيرين صغارين، الا كانت كبيره ديروا غير وحده. نتوما دوزتهم هكا في لاشوار غير شويه، ها نتوما. صافي. عندي واحد الباكيه ديال الفطر الاسود اولا الشامبينيون. تيكون يابس، تجيبوه تدخلوا عليه الماء الطيب وتخليوه حتى يتنفخ مزيان. وتعاودوا تغسلوه مزيان حيت يكون فيه التراب، وتقطعوه تسقطروه بطبيعه الحال. عندي هنايا صلصه الصوجا. عندي لاصوص ديال مطيشه هكا واجده. ممكن تستغناو عليها، اولا الا ما عندكمش ممكن ديروا مطيشه ديال الحك معلقه دوبوها في شويه الماء صافي.
هنايا عندي واحد الكره ديال الثومه هذه كامله، شديناها حكيناها في الحكاكه. معلقه كبيره ديال الهريسه، اللي ما تيبغيش الحار ممكن يستغنى عليه. اللي ما عندكمش الهريسه ممكن ديروا الحار ديال القرعه الواجد. عندي هنايا الثومه بودره، وعندي هذه التوابل ديال السمك. هادو البنات راه دايرين غير 5 دراهم. الا ما عندكمش ممكن ديروا العطريه ديال البسطيله، بغيتو تشريوه بالقرعه بغيتو تشريوه بالعبار من عند العطار. الا ما عندكمش بجوج ممكن تاخذوا ضامه ديال الحوت، الضامه ديال الحوت تذوبوها في واحد شويه ديال الماء وتستعملوها، غتعطيكم المذاق ديال الحوت. عندي هنايا الشعريه الصينيه اللي كيما شفتوا سلقناها في الماء ديال اللبن، خليناها تتسقطرات. عندي واحد الكيلو ديال الورقه ديال البسطيله. هاد الورقه انا كنت ديجا جايباها ومحتفظه بها في المجمد، غتعذبني شويه ولكن ماشي مشكل. من الاحسن يعني توجدوا المقادير ديالكم وتجيبوا الورقه جديده وتخدموا بها بالورقه ديال البخار. ولكن ما عندي ما ندير، يعني شويه نشفات فغادي نديبانيو راسنا ماشي مشكل. هنا بالنسبه للتوابل عندي 2 معالق كبار ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الابزار، عندي معلقه صغيره ديال الثومه بودره. غير وريت لكم القرعه انا حاطه هنايا. معلقه صغيره ديال الثومه بودره، ممكن ديروه معلقه صغيره ديال البصل المجفف حتى هو مزيان. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال العطريه ديال السمك، اللي كما قلنا ممكن تعوضوها بديال البسطيله اولا بديال الاخر اولا بديال اولا بالضامه. صافي كما شفتوا هنايا انا ما درتش الملحه حيت الحامض مالح، هذا مالح، الهريسه مالحه، صلصه الصوجا مالحه، فغالبا تجي في الملحه هي هذه. اولا ممكن نتوما تذوقوا، اللي تيبغي الملحه اكثر يقدر يزيد. شنو غنديروا دابا؟ غندوزو باش نشحروا هذا الشيء. انا غنخلط قدامكم هنايا في التبصيل البيض باش يبان لكم. عاد غندوز نديرو في المقله. غادي ناخذوا الحامض مصير، غادي ناخذوا، نسيت ما حطيتش الزيت البنات، غادي ناخذوا الربيع. معدنوس يكون شويه بالزايد، ممكن نستعملوا ربيطه. عرفتوا واش باين لكم شي حاجه؟ لا ما باين والو. غادي ناخذوا الهريسه معلقه كبيره، اللي تيبغي الحار، الثومه، غادي ناخذ صلصه الصوجا. هنا دايره الخفيفه، الا كانت عندكم الثقيله ممكن ديروا غير معلقه اولا معلقه ونص. هنا انا غندير حتى 3 المعالق اولا 2 اللي بغيتو، تعطيها المذاق زوين. كما قلنا الا كانت ثقيله يستحسن ديروا غير معلقه. صافي غادي نديروا هنايا التوابل. وغنزيدوا عليهم الزيت، ممكن تخلطوا الزيت بلديه مع الزيت روميه اولا ديروا غير الزيت روميه. بسم الله. غادي ناخذ الزيت. هنايا انا درت واحد الكاس حيت عندي الدجاج وعندي الشعريه وعندي المهم كميه كبيره، فغادي نخلط الشرموله ديالي ها هي. ومن بعد غادي نديروها في المقله ونشحروها ونرجعوا ان شاء الله. نسيت هنا ما درتش الصلصه ديال المطيشه، غادي ديروا تقريبا واحد 2 معالق حتى 3. صافي هذا مكان. هذه هي الشرموله ديالنا وندوزو مباشره للبوطه نشحروها. باينه بنات؟ صافي انا كما شفتوا شحرت ديك الشرموله وضفت ليها الزيتون والشامبينيون، خليتهم شويه فوق البوطه باش يزيدوا ينشفوا من الماء. وغادي نجيب هنايا الشعريه الصينيه ديالي من بعد ما قطعتها هكا، قطعتها بالمقص. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الحشوه شويت انا ناخذ واحد الكميه ديال الحشوه والما باقي غادي نضيف ليه الدجاج ونرجعو شويه فوق البوطه نخلطو مع هاد الشرموله هادي. هانتوما بحال هاد الشكل هذا نخلط مع الشرموله مزيان، نسخنو شويه فوق البوطه يشرب الشرموله ديالو ونرجعو نخلطوه مع الشعريه الصينيه. بسم الله. صافي غنجيبو هاد الشرموله نخلطوها مزيان تشرب هاد الشعريه، تشرب هاد الشرموله مزيان. صافي وكما قلنا غادي نضيفو عليها الدجاج. ضروري الشرموله ديالكم هاد المقادير اللي عطيتكم راه هي مضبوطه، تجي هكا مبننه وشاربه، ما تجيش ناقصه الشرموله، حيت الا جات ناقصه راه ما كاينه معنى. ضروري يجي كلشي بنين. انا تنكثر الشعريه الصينيه حيت
تتعجبني بزاف، لا في الدجاج، في العماره ديال الدجاج، لا في كلشي تتعجبني الصراحه. هانتوما الا بان لكم شي حاجه باقا ما مقطعاش عاودوا هكا زيروا عليها غادي تقطع. صافي غنستمر هكا حتى تدخل الشرموله كامله ونجيب الدجاج نخلطو معاه. هانتوما تبارك الله الشرموله قاديه، غير تبعوا المقادير مضبوطه راه غادي يكفاكم. صافي هنا جبنا الدجاج ها هو اولا لادان، المهم تنقول انا الدجاج راه بحال الدجاج بحال لادان، واخا الطبسيل شويه راه باقي صغير، خص مازال شي حاجه اكثر من هكا، ولكن هنا قلبته في الكاميله حتى خلطته مزيان، عاد غنرجعو هنايا في الطبسيل. هانتوما تبارك الله حشوه، هانتوما الدجاج اولا لادان راه باين، واخا الشعريه كاينه راه حتى الدجاج هانتوما شفتوا عامره بلادان. تقريبا انا هنا درت كيلو، ممكن ديروا حتى كيلو ونص. هانتوما تبارك الله عامره، عرفتوا واش باين لكم بعدا؟ باين. صافي دابا غادي نخليها تبرد شويه ونجيو باش نصايبوا الورقه ديالنا، واخا كيما قلت لكم مده باش ديرها في المجمد، ولكن معليش غادي نديروا شويه ديال الهريسه مع الزيت ونبداو نمونطيو ان شاء الله. هنايا البنات دقتها انا تبارك الله كلشي هو هذاك، الملوحه هي هذيك والحريه هي هذيك، هادو هما جوج حوايج اللي تيعطيو البنه البسطيله، يعني الضبط الملحه راه ما درناهاش نهائيا، غير داكشي اللي درنا جات الملوحيه ديالها هي هذيك، والحروريه ديك المعلقه ديال الهريسه جات نيشان ما حراش بزاف وماشي عاوتاني ناقصه حروره، يعني مبننه. صافي نبداو ان شاء الله. وهنا بنات غادي نبداو باش نمونطيو البسطيله ديالنا. هنا انا جبت اللاطه ديال الفران هذه الكبيره، راه ما تتبان لكمش مزيان، راه الحجم ديالها كبير بزاف. غادي ندهن الورقه ديالي حيت كما قلت لكم كانت شويه قديمه عندي في الفريغو، كنت جبتها مده عاد استعملتها، المهم تنحاول ندهنها مزيان. بالنسبه لي انا هذه درتها كبيره، فغادي ندير على هذا الشكل هذا، غادي ندير تقريبا 4 الورقات هما الاولين، ومن بعد ما بين كل ورقه ورقه تزيدوا ورقه وسطهم. غادي الصوره واضحه حيت الا هضرت ما واخا غنشرح لكم ماشي بحال الصوره تتشوفوا. 4 الورقات الاولين درناهم وتنجي ما بين كل ورقه ورقه، هانتوما تنحط ورقه الوسط، شفتوا تندوبلهم بهاد الطريقه هي اللي واضحه قدامكم. هنا الزيت انا درت فيه شويه الهريسه، ولكن ردوا بالكم بالنسبه للهريسه بننوا بها غير الورقه لداخل، من الفوق الا دهنتو تيبقاو دوك النقيطات ديال الهريسه تيتحرقوا في الطياب، فغير من الداخل باش تتبننوا ديك الورقه وتتجي زوينه ومبننه. على هذا الشكل هذا حتى غنسالي الطبقه هاد الفرشه الاولانيه، من بعد تندير وحده ورقه في الوسط. على هذا الشكل هذا الحشوه ضروري تكون عندي بارده. هنا نقصت انا واحد الكميه باش درت بها شويه ديال السيجار، نقصته قبل ما نبدا معكم، نقصت شويه ديال الحشوه باش درت بها السيجار باش غنزين الوجه ديالها. صافي تندير الحشوه ديالي كامله، ومن بعد تنبقى نضغط عليها هكا بيدي وتنرجعوا نمونطيوها على هذا الشكل هذا. تنصبقوا الورقات الاولانيين تنديروا بحال تنطويوهم وتندهنوا بشويه ديال الزيت، تنديروا بحال شي فريفيرات هكا، تنجمعوا الجوانب. صافي المهم انا مسلكه معاه حيت شويه الورقه ملي تتكون قديمه ماشي بحال الجديده تتكون شاده في راسها، هنا غير الا زيرتي شي شويه ولا تدير بحال تتبغي تقطع، فمسلكه معاها بهذا الشكل هذا. هنا واحد المقطع غادي يتحذف ليا البنات، ماشي تحذف ليا وانما ملي كنت نصور كان ستوكاج وحبست التصوير وما رديتش البال ان حبست التصوير، فغادي نشرح لكم غير هكا هضره. هنا 3 الورقات غادي نديرهم من الفوق، غندير الورقه الاولى غير النص ديال البسطيله، الورقه الثانيه النص، والورقه الثالثه النص، على هذا الشكل هذا كلهم بثلاثه، غير باش تكون الصوره واضحه هكا. 3 الورقات بهذا الشكل هذا غندير هذه وحده حداها وحده حداها، ومن بعد غادي نجيب واحد الطاوه اخرى غنحطها فوقها ونقلبها، عاد نجمع ليها الجوانب. ها انتم دابا راه قلبتها الوجه ديالها لتحت، عاد رجعتها كما كانت. هاد اللقطه اللي تحذفات ليا، ولكن وقيله عندي في واحد الفيديو اخر في واحد البسطيله. صافي البنات وغنزيد ورقه من الفوق. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لي انا. هاد البسطيله تيعجبني علاش قلبتها باش قديت ليها الجوانب، يعني ممكن تمونطيوها وهي وسط الطاوه تبقاو تجمعوا ليها الجوانب، ولكن انا بغيت نقادهم ونستفهم مزيان حيت غادي نقدم البسقيله
البسطيله ديالي على الظهر ديالها ماشي على الوجه، حيت منين تتقدموها ردوا معايا البال، بخصوص الا كنتو غتزينوها ما تيبانوش دوك الطويات. الا كنتو غتزينوها وغتجي مغطيه البسطيله كامله ما تيبانوش دوك الطويات. والافونتاج ديالها هو انها تتجي البسطيله واقفه، منين تتقلبوها تيبانوا الحواف مزيان، تيبان كلشي محمر كلشي مقاد، ماشي بحال منين تحطوها على الوجه ديالها. المهم هذه غير وجهه نظر وصافي، ممكن تحطوها على الوجه ديالها، انا قلبتها بالعكس. هانتوما بالنسبه للطياب ديالها دهنتوها البنات بالبيض وصلصه الصوجا، ياكو غندهنوها بالبيض وصلصه الصوجا وغندخلوها الفران. ما تكونش العافيه ناقصه، يكون الفران سخون مزيان، عافيه متوسطه الى مجهده واحد شي شويه، وتتخليوها راه تاخذ الوقت من ساعه الا ربع حتى لساعه تقريبا على حسب الفران ديالكم. المهم هنا البنات راني هنا جاتني ثقيله بزاف وتنقلب على شكون يهزها تعيط لهم عاونوني عاد قدرت نقلبها، حيت تبارك الله ما شاء الله راه البسطيله كبيره كبيره. المهم بنات جا الانقاذ وقلبتها كيما شفتوا، منين تنقلبوها على الظهر ديالها تجي البسطيله واقفه وتيجيو دوك الجناب باينين. المهم انا تتعجبني هكا. انا دهنتها لكم بالبيض وصلصه الصوجا حتى تعطي واحد التقرميشه واحد اللون كيما شفتوا قبل ما نقلبها اللوين ديالها تبارك الله كيفاش جا. وهنايا راه الا كنتو غتزينوها ما تيبانوش دوك الطويات اللي درنا من التحت، يعني القاع ديال البسطيله ما تيبقاش باين دوك طويات. هنا انا زينتها بهذا الشكل كما قلت لكم، درت هكا صغير ديجا تشاركته معكم، حيت دابا ما حطيتش باش ما يجينيش الفيديو طويل، غير شويه ديال الحشواني تلويت بها الصغار وصافي. هنا زينته على هذا الشكل، درت شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا فوق الصغار ودرت في الوسط ودرت في الجوانب ودخلتها شويه للفران. بعد ما طفيته دخلتها غير باش داب شويه داك الفرماج، عاد زينتها بالمعدنوس باش يبقى في اللوين ديالو. تزيين بسيط وعادي وحكمت على راسي، قلت لهم الا ربحات المغرب غندير لكم بسطيله، كنت غنديرها بالحوت ولكن قدر الله ما شاء فعل، مشى الحوت كامل. صافي هادشي اللي كاين. ودابا مني ان شاء الله غيلعبوا مع فرنسا ما غنوعدهم حتى شي حاجه ما غنوعد حتى شي حاجه. ديك الساعه نقول لهم الا ربحوا نتوما ديروا ليا. صافي البنات كان هذا هو التزيين ديال البسطيله ديالي، بسيطه اقتصاديه وتحلفي عليها انها ديال الحوت. تجي الصراحه زوينه بزاف. وهذه هي البسطيله المعتمده عندي انا ديال الدجاج. ما تتعجبنيش الحلوه، ولكن ان شاء الله غنشارك معكم حتى الحلوه حيت طالبينها ليا بزاف البنات، وطلب خاص من عند بنت خديجه صاحبتي فاطمه الزهراء. غنقول لها ان شاء الله غنديرها لك بحلوه وان شاء الله تاكليها من يدي كما بغيتي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، تتجي راقيه زوينه بسيطه اقتصاديه. يا سلام، واخا ما تكوني عمرك درتي البسطيله جربيها وزعمي عليها وغادي تكون النتيجه اللي هي زوينه وغادي تعجبك. واللي داقه عندك غيسحاب ليه واش البسطيله ديال الحوت. هنا غيتسالى الفيديو ديالي خواتاتي، نتمنى الفيديو يعجبكم. ودائما الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اختكم من واحد لايك وبارطاج، واكيد التعاليق الزوينه ديالكم اللي هي اهم حاجه عندي واللي تنفرح بها. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.